السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة عالم نيمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد هنتكلم فيه عن الحضارة المصرية. ما هي الحضارة المصرية؟ الحضارة المصرية من أهم الحضارات في العالم القديم، كما أنها من أقدم الحضارات التي دونت تاريخها. ويقسم تاريخ الحضارة المصرية إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول فهو عصر ما قبل التاريخ، الذي كان بداية استقرار الإنسان المصري في منطقة وادي النيل في عام 6000 قبل الميلاد تقريبا. وفي تلك الفترة عرف المصريون الزراعة واستأنسوا الحيوانات. كما تقدمت الحضارة المصرية في هذا العصر وأسست دولتين فيها هما الدلتا والصعيد. وفي عام 3100 قبل الميلاد وحدت هاتين الدولتين في دولة واحدة، وكان ذلك في عهد مينا موحد القطرين. أما القسم الثاني فهو العصر التاريخي لمصر، وفي هذا العصر عرف المصريون الكتابة وظهرت فيه 3 دول و30 أسرة ملكية. العصر التاريخي للحضارة المصرية يتضمن العصر التاريخي للحضارة المصرية 4 عهود رئيسية، وهي: أولا العهد العتيق، يضم هذا العهد الأسرتين الأولى والثانية، وفيه تم إقرار الوحدة السياسية، وأسست الحضارة المصرية على أسس متينة وصلبة. ومن أهم الملوك الفراعنة في هذا العهد مينا نرمر وديمون دين سمتي من الأسرة الأولى، وحتب سخموي وبرايب سن نفر كرع من الأسرة الثانية. الدولة القديمة يضم هذا العهد الأسرة الملكية الثالثة وحتى السادسة في الفترة من 2180 وحتى 2690 قبل الميلاد تقريبا. ويتميز هذا العصر بأمنه الداخلي، كما أن مصر قد وصلت في هذا العهد إلى مجدها في العلوم المختلفة من فلك وطب وهندسة. ويعتبر هذا العصر عصر إنشاء الأهرامات، وهذا ميزه عن غيره من العصور. كما أن العمارة في هذا العصر قد تطورت وازدهرت بشكل ملحوظ. ومن أهم ملوك الدولة القديمة زوسر الذي بنى الهرم الأكبر، الأسرة الثالثة، وخفرع ومنقورع من الأسرة الرابعة، وكذلك أناس من الأسرة الخامسة. ثالثا الدولة الوسطى، يضم هذا العهد الأسرة 11 وحتى الأسرة 14 في الفترة الواقعة ما بين 1710 وحتى 2060 قبل الميلاد تقريبا. في هذا العهد كان الاهتمام بالسياسة الخارجية واضحا، حيث سيطرت مصر على النوبة السفلى. وتعتبر فترة حكم الأسرة 12 فترة ذهبية للدولة. ويضم عهد الدولة الوسطى أيضا عصر ضعف وإضمحلال شمل الأسر من 15 وحتى الأسرة 17، إذ احتل الهكسوس مصر في هذه الفترة. وعلى الرغم من ضعف الدولة في نهاية هذا العصر، إلا أننا نرى تطورا في أساليب الحرب كاستخدام العجلات الحربية. الدولة الحديثة، تضم الدولة الحديثة الأسرات من 18 إلى 20. وفي هذه الفترة استطاعت مصر أن تفرض سيطرتها على المناطق الممتدة من شمال سوريا وبلاد الرافدين وحتى الشلال الرابع في السودان. وكانت عاصمة مصر في ذلك الوقت هي طيبة. وفي هذا العهد بنيت المعابد
كمعبد الكرنك والأقصر. كما حدث فيه انقلاب ديني عندما قام أخناتون بعبادة قرص الشمس، أي توحيد الآلهة إلى إله واحد. وقام أخناتون أيضا بجعل تل العمارنة عاصمة مصر بدلا من طيبة. وفي عهد الدولة الحديثة كان هناك فترة ضعف واضمحلال شملت الأسر من 21 حتى 25، حيث غزا الآشوريون مصر، إلا أنهم استطاعوا التخلص من هذا الغزو بقيادة بسمتك الأول مؤسس الأسرة 26. وفي فترة حكم الأسر 27 و30 كان الفرس يسيطرون على مصر، واستمروا في ذلك حتى طردوا منها عندما غزا الإسكندر الأكبر مصر، وكانت هذه هي نهاية تاريخ الفراعنة. رموز الحضارة المصرية. إن للحضارة المصرية على مختلف عودها مجموعة كبيرة من الآثار والرموز الشاهدة على عظمة المصريين القدماء، ومن أهم هذه الرموز أهرامات الجيزة. تعتبر أهرامات الجيزة من عجائب الدنيا السبعة، وهي 3 أهرامات: خوفو وخفرع ومنقرع. بنيت هذه الأهرامات الثلاثة ما بين 2465 إلى 2575 قبل الميلاد في عهد الأسرة الرابعة، ويعتبر هرم خوفو أقدم هذه الأهرامات وأكبرها، لذلك أطلق عليه اسم الهرم الأعظم. ويعود هذا الهرم إلى الملك الثاني من الأسرة الرابعة. معبد أبو سمبل. يعتبر كثير من العلماء والمؤرخين معبد أبو سمبل أيقونة فنية، فمن خلال الرسومات والنقوش الموجودة على جدرانه نجد قصص المصريين القدماء وحكايتهم، وتظهر براعة المصريين القدماء في هذا المعبد في المجالات الهندسية وكذلك الفلك والحساب. مسلة سنوسرت. مسلة سنوسرت من المعالم الأثرية المهمة الباقية من عهد الملك سنوسرت الأول أحد ملوك الأسرة 12، وقد أقيمت هذه المسلة تخليدا لذكرى جعل أراضي الفيوم أراضي زراعية. أبو الهول. يقع تمثال أبو الهول في الجيزة في هضبة الأهرامات، وهو تمثال منحوت من الحجر الجيري، له رأس إنسان وجسد أسد.